زمان في ألمانيا كان في شوية أطفال بيلعبوا مع بعض جنب نهر، من ضمنهم واحد كان هيتزحلق وكان هيغرق فعلا وكان هيموت غرقان. ما كانش يعرف ان الطفل ده بعد 40 سنة كان هيبقى سبب في موت الملايين من البشر، والطفل ده كان هتلر، وكان الرئيس الأكثر دموية في العالم كله. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ونعرف ايه حكايته، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نشوف ايه الحكايه. اسمه الحقيقي ادولف هتلر، اتولد في النمسا سنه 1889. ابوه إلويس هتلر كان بيعامله بعنف في اغلب الوقت، وعلى فكره ابوه كان طفل غير شرعي، وامه كارلا كانت حنينه عليه جدا وكان بيحبها بجنون. ويقال ان جد هتلر كان يهودي اصلا، وان هتلر فيه اصول يهوديه، بس الاحتلال الصهيوني طلع وانكر الكلام ده. هتلر ما كانش بيحب الدراسه وكان فاشل فيها جدا، وساب تعليمه وعنده 16 سنه، وراح بعدها على فيينا عشان يكمل تعليمه هناك ويكمل مشوار الفن اللي هو عاوزه. وفي سنه 1907 هتلر قدم في كليه الفنون الجميله في فيينا، وبس للاسف اترفض. يا جدعان ليه كده بس؟ ما قبلتوش ليه؟ فاضطر هتلر ان هو يبيع لوحاته على الرصيف في الشارع زي اللي بنشوفهم في الافلام كده على طول. واغلب زبائن هتلر كانوا من اليهود، وكان لهم مكانه اجتماعيه كبيره في الوقت ده، لان هم كانوا ماسكين اقتصاد اوروبا حرفيا كله. ومن ضمنهم زبائن كانوا بيشتروا اللوحات بتاعته باسعار قليله جدا، وكانوا بيروحوا يبيعوها باسعار عاليه جدا، وده بحكم علاقاتهم وان هم فاهمين في الموضوع ده كويس قوي. وده خلى جوه هتلر كده شويه من الحقد ناحيتهم، وبعد شويه ما عجبوش الوضع فقرر ان هو يرجع تاني لبلده يقعد مع امه. بس للاسف في الوقت ده امه كارلا اغلى واعز ما يملك ماتت عن عمر 47 سنه، وده كان بسبب ان في دكتور اسمه دكتور ادوارد يهودي هو عطاها حقنة غلط. خلوا بالكم ان دي كانت المرة التانية اللي تخلي هتلر يزيد كرهه لليهود كمان وكمان. هتلر طبعا كان لسه صغير وفقير ويتيم، عمته اخدته يعيش معاه، وبعد فترة عمته برضو ماتت وورث منها قرشين حلوين. هيعمل ايه بقى بالقرشين دول؟ قال انا هرجع فيينا تاني عشان احقق حلمي وابقى فنان كبير، وفعلا عافر وقدم في كلية فنون جميلة للمرة التانية. بس المرة دي بقى برضه رفضوه عادي. بس في ناس كتير نصحت ان هو يدخل هندسة معمارية وكان هيبقى احسن فيها بكتير، بس للاسف عشان يدخل هندسة معمارية هيرجع للتعليم اللي هو كان كارهه وسايبه اصلا. المهم بقى في سنة 1914 تقوم الحرب العالمية الاولى، ويقوم الفنان بتاعنا متطوع للجيش رغم جسمه الصغير والضعيف اصلا، بس وقت حرب بقى عاوزين اي حد يتقدم وخلاص. وهتلر شارك في الجبهة الاولى من الحرب وطلع منها بوسام الشجاعة من الدرجة التانية، بس كده كده طلع مهزوم زيه زي ألمانيا، والهزيمة دي كانت مأثرة فيه جامد. فبدأ الفنان بقى بتاعنا يتجه للسياسة. في وجهة نظر هتلر واصحابه ان ألمانيا بعد ما خسرت الحرب بدأت تستلف فلوس من اليهود اللي كانوا مسيطرين على الاقتصاد وشغالين على القروض مقابل فوائد كتير او سيطرة ونفوذ في الدولة، وان اليهود دخلوا الدعارة والحشيش والمخدرات، كل ده دخلوه ألمانيا عشان يدمروا عقلية الشعب الألماني. مجموعة من المعارضين أسسوا حزب اسمه الحزب العمال الألماني الاشتراكي، وده كان معادي للحكومة الألمانية ولليهود كمان. كان من ضمن المجموعة دي طبعا أدولف هتلر، وبعد سنتين بس قدر ان هو يبقى رئيس الحزب ده. وفي سنة 1923 يتقبض على هتلر وشوية من الحزب، حوالي 3000 واحد كده تقريبا. هو في السجن بقى كتب كتابه المشهور كفاحي، واتباع منه ما يقرب ل10 مليون نسخة. وبعدها يطلع هتلر من السجن، وفي سنة 1929 تحصل الكارثة، وهي أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث، والاقتصاد الألماني ينهار أكتر ما هو منهار أصلا، لدرجة إن الناس كانت بتحط الفلوس في الشوال وما كانش ليها لازمة خالص. وتفقد الحكومة الألمانية الثقة، والحزب اللي بيتصدر المشهد السياسي حزب هتلر. وفي سنة 1934 يموت رئيس ألمانيا ويمسك مكانه مين؟ عمنا هتلر. وبعد ما هتلر مسك الحكم قدر ان هو يوفر 6 مليون وظيفة، لدرجة ان كان بيبقى في شغل زيادة وعجز في العمال اصلا، وده طبعا زود الدخل للشعب الالماني. بس السؤال بقى يجي هنا، ازاي قدر يعمل كل ده وفي الوقت القليل ده؟ بنى مصانع سلاح في كل حتة في المانيا، وقدر ان هو يقدم نفسه كبطل، وده اللي خلاه يمسك الرئاسة بسرعة. وبعد ما كسب حب الشعب طبعا بدأ في حروبه اللي هي اكثر دموية في التاريخ كله. ومش هندخل في تفاصيل الحرب، بس هنعرف عمل ايه لليهود. الهولوكوست او المحرقة اكبر لوحة دموية عملها هتلر، وواحدة من اكبر عمليات الابادة العرقية في التاريخ، راح ضحيتها تقريبا اكتر من 17 مليون انسان، ومن ضمن ال 17 مليون
حوالي 6 مليون يهودي من اصل 9 مليون في اوروبا كلها. عمليات الابادة دي ما كانتش لليهود بس، كان في الاعراق تانية كتير زي البشرة السمراء او الروسيين او ده حاجات تانية كده كتير، وكان بيتم ابادتهم بطرق مختلفة زي الحرق او الاعدامات الجماعية او المعسكرات الموت او مراكز القتل. شايفين دي خواتم قد ايه، كلها من الستات اللي ماتوا في معسكرات الموت. طب هو ليه هتلر عمل كده اصلا من الاول، ولا الناس ده عملت ايه عشان يعمل فيهم كده؟ هو في اكتر من رأي، تعالوا نشوفهم مع بعض. الكاتب جوشيم ريكر في كتابه التاسع من نوفمبر بيرجح ان سبب كره اليهود بالطريقة دي وفاة امه على ايد الدكتور اليهودي ادوارد، وده كان فضل مخلي حقد جواه لليهود لحد ما بقى رئيس ألمانيا. في سبب تاني من وجهة نظر هتلر ان اليهود كانت السبب في تدهور ألمانيا، لانهم كانوا مسيطرين على حاجات كتيرة قوي في البلد، وبسبب اللي هتلر عمله زود هجرة اليهود لفلسطين واتعمل لهم دولة على الأرض الفلسطينية كمان. وهتلر ذكر في كتابه كفاحي انه ما كانش في اي حاجة بينه وبين اليهود لحد ما شاف معاملتهم الوحشة في فيينا، وذكر كمان موت امه بالغلط على ايد الدكتور اليهودي. وخلينا متفقين ان هتلر اتسفاح وارتكب جرائم بشعة كتير، وانه بقى مجرم لمجرد ان هو اللي عمله كله ده في اليهود، مع ان حاجات كتير بتحصل للشعب الفلسطيني من اليهود وكله بيبقى عامل ان هو مش شايف. ربنا طبعا يقوي الشعب الفلسطيني اخواتنا وينصرهم على الاحتلال. المهم بقى حصل تمرد في الجيش الالماني، وتعرض هتلر ل 25 محاولة اغتيال، بس للاسف كلهم فشلوا. 30 ابريل 1945 يقال والله اعلم يعني ان هتلر انتحر وضرب نفسه بالرصاص. وكان معكم حسن الخولي.